ويونايتد بقت تكسب كده عادي جدًا يعني وبأداء مقنع وبأداء حلو، يا حاجة ده إحنا في آخر الزمن والله العظيم، يعني يوم القيامة بكرة. وبالمناسبة اللبس التالت بتاع يونايتد الأسود ده جامد فشخ، عاجبني جدًا يعني. كابتن زوبيميندي ده حوار تاني، ده اللي أنا كنت عايز أجيبه كبرشلوني، أنا برشلوني عايز أشتري المعفن ده. عيني عليك يا أرسنالاوي ويا عيني عليكِ يا أرسنال، يعني الراجل أنا لسه جاي من فيديو بتاع ممدوح نصر الله، يعني الراجل هيتجنن، ربنا يكون في عونه وعمومًا مشجعين أرسنال كلّهم هيتجننوا، الماتش مليان حاجات أنا أول مرّة أشوفها في حياتي، فتعالَ نتكلّم في الماتش كده واحدة، واحدة عشان في كلام كتير أوي عايز أقوله. مبدئيًا كده هو لعيبة اليونايتد أنتم شاربين إيه قبل الماتش والّا مفعّلين إيه طيب والّا إيه الactivation hack code اللي أنتم حاطّينها في رجليكم مخلّيين كلّه كده بيرزّع، العيال كلّها بتشوط ممكن لو شاطت من نُص الملعب يجيبوا جون عادي جدًا، يعني ما شاء الله عليه الواد دروج ده والّا واد يعني رجليه مرزبة، مرزبة، جاب الجون الأولاني اللي هو الجون التاني يعني في الماتش وكده اليونايتد جون يعني رجليه بنت كلب، بنت كلب، وكان هيحط واحد تاني كمان، يعني كان هيحط واحد تاني يعني كانت برضه رايحة قوية فشخ، يعني الكورة دي طلعت برّه في المدرجات أكيد في حد مات بسبب الكورة دي، وبرضه الواد كونيا جاب لك الجون التالت في الآخر يعني R2 وقوية يعني غريب، يعني ده كونيا بتاع أتلتيكو مدريد، يعني العيال في يونايتد بقوا ياخدوا منشطات تقريبًا، شاكك في حاجة زي كده. الأول بس خلّينا نتكلم عن حتة أرسنال والناس اللي بيشجعوا أرسنال التعبانين اللي مش تعبانين قصدي حاجة يعني، بس قصدي تعبانين نفسيًا وجسديًا، وإن هُم يا عيني كل أمّا ييجي يتقدّموا يلاقي نفسهم أو يحسّوا إن هُم مش هياخدوا حاجة في الآخر، هتقول لي طب ما هُم لسه الأول بفرق كبير، يعني فرق 4 نقط تقريبًا عن السيتي، ماشي بس هُم كلّهم أو ممدوح نصر الله وآخرون شايفين إن هُم السيتي هيرجع عليهم زي كل سنة عادي جدًا ولا أي حاجة هتحصل، ولو ده حصل تبقى كوميديا، يعني أنا بالنسبة لي أصلًا أرسنال السنة دي هو أكتر فريق منظّم. ضد الفرق الكبيرة حتى كان بيلعب بشكل منظم جدًا. اليونايتد بقى مفاجأة بالنسبة لي، كسب الماتش اللي فات السيتي 2-0 وكسب المرة دي أكتر فريق منظم بالنسبة لي هو الأرسنال، ما تفهمش في إيه، الدنيا اتشقلبت والّا إيه اللي حصل، كورة فجأة تحس إن ده يعني تحس إن ده سيزون تاني مثلًا، أو يعني ده منشق من سيزون قديم أو يعني ما تفهمش في حاجة غلط. يونايتد بقت تكسب كده عادي جدًا يعني وبأداء مقنع وبأداء حلو، يا حاجة ده إحنا في آخر الزمن والله العظيم، يعني يوم القيامة بُكرة. يا راجل ده حتى أجوان أرسنال الماتش ده تحس إنها كلها أجوان بينج بونج، يعني ما تفهمش يعني الأجوان دخلت إزاي أصلًا، الجون الأولاني ساكا بيباصي كده تروسارد بيزقها كده وخلاص راحت إيه، حد لطشها دخلت جون. الجون التاني برضه نفس الكلام من كورنر وبينج بونج أو روكيت ليج يعني في الحتة دي بيلعبوا إيه، بس إيه النهارده كانوا يعني النهارده اليونايتد كان حاجة تانية خالص، اليونايتد كان توب performance. الناحية التانية بقى أجوان يونايتد كان طبعًا كابتن زوبيميندي يا نهار أسود! كابتن زوبيميندي ده حوار تاني، ده اللي أنا كنت عايز أجيبه كبرشلوني، أنا برشلوني عايز أشتري المعفن ده، يا نهار أسود! الحمد لله إن هو ما جاليش، ده اللي كان الفرق بتتخانق عليه بايرن وبرشلونة وأرسنال وبتاع، ونشوف مين اللي هيجيبه، النهارده هو بالنسبة لي السبب في الجونين، مش الجون الأولاني بس لأ الاتنين هو السبب فيهم، الجون الأولاني طبعًا miss pass ما يعملوش لعيب في الدوري المصري، حاجة في منتهى الإحراج، أنا كنت قاعد مُحرَج ليه يعني بصراحة على الباص المايع ده، ادّاها للواد مبابيو ده، والواد مبابيو ده بصراحة ما بيعتقش، واد جامد فشخ بصراحة ومُعجب بيه جدًا الواد ده. اليونايتد بقى فيها أسامي أصلًا تبني عليها في المستقبل حاجة بجد حلوة جدًا، وحَط الجون الأول ونفس الكلام برضه الجون التاني قعد الجون التاني الواد بتاع دروجو ده والّا اللي رزعها في ال90 حاجة جون +18 كان هو اللي ماسك الواد زوبيميندي ده هو اللي كان ماسك الواد دروجو ده، وعمّال بيرفع إيده للحكم وإيه وبيحتج يا عم ما تخلّيك في الماتش يا عم، يا عم خلّيك في الماتش الله يخرب بيتك، والواد راح إيه حَط الجون ورزع الجون. والجون التالت طبعًا كونيا بقى وإيه، وكانت حفلة مش حفلة يعني ولكن هي حفلة أداء بالنسبة لي، اليونايتد كان مقنع جدًا، اليونايتد بيلعب بروح، اليونايتد أخيرًا بقى فرقة وحذاري يا أرسنال تضيّع الدوري السنة دي، لو ضاعت السنة دي انساها، هترجع تاني زي أيام 2016 فاكر النني وفاكر كوشيلني والناس المتخلفة وشاكا حلبُقة بتاع مروان سري والحاجات دي، هترجع بقى للوضع ده،
فالسنة دي لازم تطلع بالدوري الإنجليزي أقل حاجة. جمهور أرسنال والله العظيم صعبان عليّا، يعني أنا يعني قلبي معاهم، أنا زعلان والله العظيم عليهم جدًا، يعني أنا عايزهم بجد ياخدوا بطولة، ياخدوا بطولة عِدلة يعني، سيبك من الكاس والهطل ده. طبعًا دفاع أرسنال النهارده يعني صليبة ده يعني صليبة ده ما كانش عبارة عن هو فعلًا صليبة، مفك صليبة مش أكتر، مش مدافع، مش بني آدم موجود، حقيقي بجد يعني حاجة تخزي، يعني حاجة تقرف. الماتش كله بالنسبة لي اليونايتد راكب الأرسنال وشغال رايح جاي، وبصراحة يستحقوا الفوز، يعني كان ناحية مين اللي يستحق المكسب، بصراحة يونايتد ما قصّرش خالص ويستحق فعلًا إن هو يكسب الماتش. طب أنت مثلًا تقول لي أنت مثلًا تسألني أنا أتوقع فعلًا زي ما الأرسنالوية كده مش متفائلين زي ممدوح نصر الله وغيرهم وكده، إن هم فعلًا زي كل سنة مش هياخدوا الدوري والّا لأ؟ لأ، أنا بقى مختلف شوية، أنا شايف إن هو هياخدوا الدوري عادي، السيتي هيحاول ولكن برضه السيتي هيخسر قريب هيتعثّر، واللي هيكسب الدوري السنة دي هو أرسنال. حظه حلو إن ليفربول وفرق كتير مش في مستوياتها الحالية، وتوتنهام كويسة في دوري أبطال أوروبا مش في الدوري، وتشيلسي كذلك، فيعني حظه حلو اليونايتد السنة دي قصدي أرسنال السنة دي. اليونايتد فاق متأخر شوية، لو كان بدأ من أول season بيلعب كده كان زمانه في حتة تانية خالص. فأعتقد إن أرسنال السنة دي هياخد أقل حاجة الدوري الإنجليزي، وأتمنى ده اللي يحصل فعلًا، لإن فعلًا الجمهور والله العظيم ما يثق في أي حاجة تاني، يعني أنا أهو برشلوني وكل سنة باقول هاخد دوري أبطال أوروبا لحد اللي ما بقتش فارق معايا بجد، خلاص يعني بقى لي مثلًا من السنة اللي فاتت أو اللي قبلها ما بقتش فارق معايا خلاص، يعني أنا بقيت عارف إن أنا مش هاكسب دوري أبطال أوروبا، أمّا تيجي بقى وقت ما تيجي أبقى نفرح إن شاء الله، لكن خلاص فقدنا الأمل وفقدنا الشغف. فيمكن الشغف كان رجع شوية السنة اللي فاتت بتاعة الإنتر ومش عارف إيه لكن برضه خسرناها في الآخر، نزلنا الأرض بقى، فده اللي ممكن إيه، يحصل مع أرسنال لو إيه، الجمهور قعد يتعشِّم إن هو يكسب وفي الآخر ما حصلش الكلام ده. وأديك شايف أهو في الدوري الأسباني مثلًا برشلونة وريال مدريد هوبا ده يطلع شوية يبقى فرق مثلًا 7 نُقط، ما فيش جولتين 3 تلاقي برشلونة الأول كانت فرق برضه كان فرق تقريبًا 4 نُقط لينا حاجة زي كده، وبقى دلوقتي فرق نقطة واحدة، فالدنيا مش ثابتة ومش مضمونة فعلًا، يعني الناس اللي متخوّفة من الحوار ده يعني هم دول مش مجانين، لأ هو فعلًا ممكن فجأة تلاقي السيتي الأول عادي جدًا وجوارديولا يركب وخلاص واتعشِّت وياخد الدوري الإنجليزي. في نقطة برضه تانية يا جماعة أنا مش باقتنع خالص بساكا ده، يعني أنا بصراحة يا جماعة معايا عندي مشكلة أصلًا مع لعيبة الإنجليز أو اللعيبة الإنجليزية عمومًا، أنا مش باحس إن فيهم موهبة عِدلة، يعني كل العيال بتوع الإنجليز دول الexpire date بتاعهم سَنة، يعني سَنة وكُلّه بيطفي، جريليش بقى، ساكا، بلينجهام ما عدا بس ناس قليلة مثلًا جه في دماغي دلوقتي مثلًا كين ماشي، يعني كين كويس بقى له فترة كبيرة جدًا، ويمكن هو اللي كويس، لكن الأغلب بجد العيال بتطلع سَنة وبعد كده تحس إن هُم مستوى لعيبة عادية جدًا يعني، يعني تحس إن هُم اتعمل عليهم ضجة، يعني بجد الإعلام الإنجليزي ده بيعمل ضجة على اللعيبة الإنجليزية بشكل غبي، وفي الآخر بتبقى بالونة وتتنفخ وتفرقع في وشّهم في الآخر. فيعني حاجة مش حلوة خالص بصراحة. بس الخسارة برضه النهارده ما تنسّكش إن أرسنال فعلًا فريق منظَّم وإن أرتيتا عنده أسلوب بيلعب بيه، وأنا بصراحة معجب بأرسنال، وأنا شايف مثلًا أنا كبرشلوني لو رُحت لعبت أرسنال هاتدَّك تمام وهاخسر، ولو لعبت اليونايتد بالشكل ده هاتدَّك تاني، مع إن عندي طار معاهم وعايز أكسبهم، بس يعني العيال ما شاء الله واخدة ما أعرفش واخدة فياجرا والّا إيه المنشطات اللي ضاربينها، في حاجة غريبة في الجو عندهم في مانشستر، العيال كلّها بتلعب حلو فشخ، يعني العيال كلّها جامدة فشخ. وأنا معجب جدًا، جدًا بالواد الحارس اسمه ليمينينز ده والّا ليمينز ده بتاع يونايتد، حارس جامد أوي، وواد يعني قائد كده بدل العاهات اللي كانت عندهم قبل كده أونانا ومش أونانا والهطل اللي كان عندهم، فلأ بصراحة حارس كويس ويعيش معاهم. أنا سعيد لليونايتد، أتمنى إن هم فعلًا يكمّلوا على الأداء ده، لو كمّلوا على الأداء ده بجد هيبقوا في حتّة تانية، وعايزين بقى نشوفكم في دوري أبطال أوروبا السنة اللي جاية. وأرسنال أبوس إيدك، ركّز جماهيرك بين إيديك، ممدوح نصر الله بين إيديك، ومش عايزين الراجل ده يحصل له حاجة، راجل كبير في السن وغلبان وبنحبه، فيعني أرتيتا ركّز بالله عليك، عايزين الدوري لأرسنال. أنا بصراحة يعني عايز حد أشوفه يعني عايز أشوف حد بياخد الدوري الإنجليزي السنة دي غير السيتي، يعني أي حد غير ليفربول برضه، كده، كده ليفربول تحت في الحضيض يعني خلّينا برضه إيه في أرسنال، أنا عايز أرسنال أو يونايتد، يونايتد كده، كده بعيد جدًا، جدًا، فخلّينا إيه أرسنال، أنا أهو لابس أهو الجاكيت، أنا بمكاني هذا بادعم الأرسنال، بادعمك أرتيتا، بعد إذنك ركّز، جمهورك هيطلّع عينك لو إيه أنت ما أخدتش مش كل مرّة بقى التلميذ هيخسر من الأستاذ، يعني مش كل مرّة تخسر من جوارديولا بقى وفي الآخر هو اللي
يعني ياخد آمالك وطموحاتك يا ابني، ما تتعلّم بقى، ما هو الراجل بيكبر أنت الشباب، أنت البركة فيك يعني. بس فالماتش النهارده بيتلخص بالنسبة لي في المنشطات اللي واخدينها لعيبة اليونايتد والجون الأجوان الفشيخة والرجلين اللي بيشوطوا بيها مش عارف بيشوطوا إيه إزاي كده يعني بقوة 140,000 كيلومتر في الساعة، الكورة بتروح صاروخ من الواد درو ده والّا دروجو ده بيشوط رجليه مرزبة ما شاء الله، والواد كونيا حط لك curve برضه ما شاء الله حاجة في منتهى الجمال. العيال ما تعرفش واكلة إيه، سبانخ والّا إيه، فالماتش اتلخص بالنسبة لي في الحتّة دي، اليونايتد يستاهل يا جماعة، يستاهل الفوز ألف مرّة، ومبروك لجماهير اليونايتد وhard luck لأرسنال، وما تخافش يا أرسنالاوي هتعوّض في الفاينل إن شاء الله، وهتاخد الدوري خير إن شاء الله، وأتمنى اليونايتد يكمّل على المستوى ده عشان نشوف بقى مستويات حلوة من اليونايتد، وبالمنسبة للبس التالت بتاع اليونايتد الأسود ده جامد فشخ عاجبني جدًا يعني، وبس أشوفكم حلقات تانية، وربنا يستر على أرسنال وممدوح نصر الله ومن جميع مشجعين أرسنال حبايبنا. وسلام.